الامتحانات خلصت والأجازة جت. طيب يا ترى الأمهات بتسيب الأجازة تمشي زي ما تمشي؟ طب ولو بتعمل كده، طب ولو الأم بتسيب الأجازة تمشي زي ما تمشي مع طفلها، هل بتظهر مشاكل؟ للأسف بيكون في مشاكل كتير قوي بعد الأجازة بتظهر على الطفل، خصوصا مع المعلمين والمعلمات بتوعه. بيكون أهمها هي تشتت جامد جدا، قلة تركيز قوية وملحوظة جدا، نسيان فظيع، كسل جسدي وكسل عقلي قوي جدا. وطبعا عشان ده يتعالج أو يرجع الطفل يتنشط مرة تانية أو عملياته العقلية تتنشط مرة تانية، بياخد وقت كبير، قد تكون الترم كله واللي هيجي بعدها كمان أجازة تانية. غير اننا طبعا بنلاحظ ان لما الدراسة تبدأ بعد الأجازة، الأم بتشتكي وأمهات كتير ان طفلها كان مستواه أحسن من كده. هو ايه اللي حصل له؟ خلونا نسمع الأطفال ونعرف منهم شوية من الأسباب، ونعرف هل حبوا لما أنا جربت معاهم في أجازة من الأجازات إننا نعمل تجارب مع بعض في البيت وحاجات تكون ممتعة ومفيدة في نفس الوقت، دي حاجة عجبتهم ولا لأ؟ ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهارده في فيديو جديد في بودكاست للماء، والعنوان هو لما الأجازة تكون لعب واللعب يكون تعليم. احنا بنيجي في اول الاجازة بنضحك ونلعب، ولما بتيجي المدرسة بنبقى ناسين حاجات كتير. بحب ألعب كتير، بس لما المدرسة تبتدي اللي اتعلمته بقى صعب أركز. وبصوا يا صحابي ويا أحمد يا جاسر، أنا صراحة ساعات لما بفضل ألعب كتير قوي، إيه اللي بيحصل لي؟ بنسى اللي اتعلمته في أوقات. طب إزاي نلعب من غير ننسى؟ بص يا أحمد، هقول لك حاجة تمشي عليها وتعملها دايما في الأجازة. إيه؟ ان انت هتلعب بس بشرط هتلعب بأدوات تعلمك حاجات جديدة، وكمان اللي هي هتعلمك حاجات مفيدة في الأجازة، وهتبقى استفدت فيها بلعب وبحاجات مفيدة. يعني زي ايه يا يوسف؟ اقولك يعني زي ايه. فاكر تجربة الغوص والطفو اللي احنا عملناها؟ مش احنا اتعلمنا بيها في حاجات التقيل بيغرق في المية، والخفيف بيطلع على فوق المية. فاكر كمان لما جبنا المفتاح وجبنا البالونة، الكرة الصغيرة البلاستيك، حطينا المفتاح وفجأة قام نزل المفتاح اللي نزل والكرة طلعت لفوق، ولما جينا نضغط عليها احنا نزلناها بايدينا، بس بعد ما شلنا طلعت تاني. ليه؟ لان الحاجات الصغيرة بتطفو لفوق. انا اتعلمت الحاجات الصغيرة والتقيلة بتنزل تحت المية، والخفيفة بتطفى على المية. يا جاسر، لنا ازاي نقدر نستفيد من الأجازة؟ وهل في تجربات عملتها في بيتك؟ في أبويا مثلا في الأجازة كان واحد ما اعرفش اسمه ايه، كان بيعمل كذا، ده كان بيعمل كذا. وأبويا كمان كان بيعلمني قرآن، وكان كنت بستفاد منه كتير. لما باباك بيحكي لك حاجات بتتعلم منها؟ بتعلم منها حاجات كتير كمان. طب وانت يا احمد في البيت بتستفيد حاجة؟ مثلا حد بيحكي لك حاجة؟ بابا بيحكي لي قصص كتير. بتتعلم منها يا احمد؟ تعلمت حاجات وعرفت حاجات جديدة وما كنتش اعرفها. انا كمان كان ابويا كان بيحكي لي قصص، بس كان سيدنا وانا صغير كنت ابويا كان بيحكي لي سيدنا نوح، وكان بيحكي لي سيدنا لوط، وكان بيحكي لي كل القصص بس معانا كم واحد مثلا. طيب بص يا احمد يا جاسر، في الاجازة ما تبقاش لعب وبس، تبقى لعب وبرضو من اللعب ده نتعلم حاجات مفيدة، زي التجارب اللي احنا بنعملها بنتعلم منها حاجات مفيدة، زي تجربة المغناطيس احنا نزلناها على القناة، وزي تجربة الطفو والغرق احنا برضو نزلناها على القناة. فايه
الحاجات دي كنا بنعملها لكم في الأجازة. ليه؟ عشان نوريكوا الحاجات دي إيه اللي هيحصل بالنسبة لك وإيه اللي هيحصل فيها. تمام؟ يعني لعب بلس مفيد بلس ذكاء. يا احمد، يعني اللعب في الاجازه دي بس برضو اما انت هتلعب برضو هتفهم حاجات عشان تبقى دماغك مصحصحه لما وقت الامتحانات تيجي، وبرضو تتعلم من الحاجات دي ان انت مثلا زي التجارب اللي احنا عملناها، المغناطيس والكوره. فانت لما مثلا تاخدها في سنه رابعه او سنه خمسة او مثلا في ثالثه او اولى ابتدائي، انت عارف الحاجات دي او انت مش عارفها، انت بتستفاد من معلومات اكتر. برضو ان احنا نستفاد من التجارب دي، ده برضو لما يوسف قالك وانت برضو عملت تجارب، فلما تخش مدارس تبقى انت عارف التجارب دي، او مش مدارس انت فاهم، خدت معلومات زيادة. احنا ممكن نكتشف حاجات في الطبيعة او نرسم رسمة صغيرة او نعمل تجارب جديدة، صح؟ او نعمل مثلا اختراع جديد. يعني اللعب فيه ممكن يبقى فيه أسئلة واحنا نكتشف الإجابة. ساعات انا بكأني لعب بلعب، بس مع بابايا انا بسأله اسئلة، هو يقول لي، هو يسألني اسئلة وانا اجاوبه. وفي برضو ايوه برضو كمان لو جبت كورة وحدفتها شوف كده هتعمل ايه، هتنزل تحت. طب ليه؟ طيب مش هتطلع فوق. يعني ممكن تفكر فيه شوية، تعرف ان ده الجاذبية، هي دي اصلا الطريقة اللي اختارت الجاذبية، ان في عالم تحت شجرة والتفاح وقعت عليه، فقال يا رب طب لا، قال طب مثلا طب ليه ما طلعتش فوق، فعرف فضل بيبحث وعرف ان بسبب الجاذبية سردته لتحت. الله، ده حلو قوي. يعني ماما لو قالت لي نلعب مسألة حسابية هروح على طول. وانا لو ماما قالت لي تعالى تلعب لعبة التخميم هروح فورا من غير ما اتكلم. وانا هعمل تركيب، يعني محلول في المطبخ عبارة عن محلول مية وملح، عشان مية وملح عادي في المطبخ. ده كده الإجازة تبقى ممتعة بس مفيدة كمان. وانا لو في لعبة جري وتفكير هحبها. اني برضو انا بحب اتعلم حاجات جديدة جدا، بس والاجازة تبقى انسب وقت ان انا اعمل فيها حاجات جديدة، لانها ما بتكونش فيها زحمة دراسة. لما بنكتشف المعلومة من نفسنا بنحبها لانها من قلبنا، صح؟ ولما نكتشفها نفسنا مش ننساها. ومع السلامة يا صحابي، نشوفكم في حلقة جديدة في بودكاست على قد عقلنا، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. الأمهات الحلوين اللي سمعناه من الأبطال ده مهم جدا. لما يكون الأجازة كلها لعب غير منظم وغير حكيم بيضر الأطفال جدا. طب هو في لعب غير منظم وغير حكيم؟ أكيد. لما الطفل يتعرض للشاشات، موبايل، تابلت، لابتوب، تلفزيون لأوقات طويلة جدا جدا، ده بيضر الطفل، بيأثر على عملياته العقلية، بيخلي مهاراته كمان تقل. لما بيكون حياته بس هي الشاشات من غير ما يكون في حركة وتفكير والغاز وذكاء، حاجات بتنمي الذكاء، ده طبعا بيأثر عليه جدا وبيكون لعب غير منظم وغير حكيم. طب نعمل ايه؟ نكون حكماء في اختيارنا لألعاب أطفالنا. أولا احنا هننظم وقت لكل حاجة. طبعا الشاشات ما ينفعش يبقى وقتها كبير، وهيكون كمان متقسم مش ورا بعض، وما بين كل شاشة والتانية لازم يكون في لعبة خارجية، يعني من ألعابه اللي بيلمسها بإيده، يشوف ألوانها بعينيه وهكذا. كمان وقت الموبايل لازم يكون او مهم، يعني ان انت تختاري له ابلكيشنز من اللي هي تبدو ان هي لعبة لكن هي في النهاية بتعلمهم حاجة معينة. لو اشتركنا لهم كمان في قنوات على اليوتيوب فمهم نشوف ايه الحاجات اللي بتظهر بشكل ممتع بس هتعلمهم برضو قيمة او مهارة معينة. مهم جدا يكون في رقابة على الموبايلات، مش شك في اطفالنا، عدم ثقة في المحتويات اللي بقت تظهر كده فجأة لأي حد. طبعا احنا لازم نبني ثقة كويس جدا مع اطفالنا، بحيث لو ظهر لهم اي حاجة غير طبيعية وغير مألوفة بالنسبة لهم فهم هيجوا بسرعة يقولوا لكم على الموضوع ده وانتوا هتقدروا تتصرفوا وقتها. طيب ايه كمان ممكن نعمله؟ الالعاب اللي بنشتريها للاطفال خلينا اذكياء واحنا بنختار اللعبة،
بمعنى احنا لازم نفكر احنا عايزين ننمي مهارة ايه عند طفلنا مثلا، او اللعبة دي هتنمي له مهارة ايه او هيكتسب منها قيمة ايه. يعني ما نشتريش العاب وخلاص. مثلا في العاب حلوة جدا بتنمي مهارة حل المشكلات، ودي مهارة مهمة جدا لازم يكون، او مهم ان احنا نشتغل على اطفالنا فيها، يكون عن طريق شوية العاب زي البازلز مثلا، او حتى اننا نقول لهم لغز في قصة معينة ونسيبهم هم يفكروا في الحل بتاعه. او كمان ممكن نخترع مشكلة بسيطة كأنها حصلت معانا احنا، ونقعد نتكلم معاهم فيها ونقول لهم انا مش عارف احلها ازاي. هتلاقوا طبعا لازم تلاحظوا بعدها الطفل بيعمل ايه. فانتوا هتلاقوا الطفل بيفكر، بيحاول يلاقي لكم حل، وهيقول لكم على حلول، كذا حل مش حل واحد، ممكن يكون بسيط وممكن تكون كمان حلول ما جاتش في بالنا خالص. احنا بالطريقة دي بننمي عندهم مهارة حل المشكلات ببساطة وبسهولة جدا وبطريقة ممتعة. غير طبعا ان في حاجة مهمة هيتبسط منها جدا، ان انت اصلا بتشاركيه في افكارك والحاجات اللي بتتعرض لها، وهيحس ان هو كده كبير وماما بتاخد رأيي والكلام ده كله، وطبعا ثقته في نفسه هتزيد. مثلا واحد من امثلة على اللعب المنظم والحكيم، الخروج في اماكن طبيعية مهم جدا. ان احنا مثلا نشوف او ننظم يوم معين نخرج فيه في مكان جديد، في طبيعة، في طيور، في حيوانات، في ممكن رمل وصخور طبيعية، في حدائق وزهور ونباتات مختلفة. ده كله برضو بينمي عندهم نوع من انواع الذكاء، وهو الذكاء الطبيعي. غير ان هم هيكتشفوا عن الطبيعة اكتر، مش بس من الكتب. الحركة مهمة جدا. في بيننا بنلاحظ ان في طفل بيتحرك اكتر من طفل تاني، ده بيكون عنده الذكاء الحركي زيادة شوية عن الطفل التاني. فدي حاجة او مؤشر بيقول لنا بيها الطفل ان انا ذكي في الحتة دي اكتر شوية. فاحنا بيكون دورنا هنا ان احنا ازاي نستغل الحتة دي في الطفل بتاعنا بشكل مفيد ويتعلم منه حاجة جديدة. برضو ممكن كمان نستغل نشاط الحركة دي في اننا نشترك له في رياضة معين، ودي هتكون عنده عادة صحية اللي هي عادة ايه؟ ممارسة الرياضة. طبعا الرسم والتلوين من الحاجات اللي بتنمي برضو عندهم الذكاء الإبداعي كمان. حاجة بقى حلوة جدا وبيحبوها جدا ان هم يكتشفوا الحاجات بنفسهم. يعني ايه؟ يعني ممكن نعمل تجربة بسيطة كده في البيت بإيديهم ونشاركهم فيها ويكتشفوا هم المعلومة بنفسهم. زي كده أحمد ويوسف ما اتكلموا عن تجربة الطفو والغوص. دي كان أول مرة أحمد يعرف عنها أي حاجة في الموضوع ده، لكن جبنا له شوية أدوات وخليناه يجرب يحط الحاجات دي في المية ويشوف مين فيهم هيبقى بيطفو فوق سطح المية ومين هيغوص في المية، ايا كان بقى حجمه صغير كبير. ايه اللي بيحكم هنا؟ مش الحجم، اللي بيحكم هو الوزن. هل هو توصل للمعلومة دي لوحده؟ طبعا، واتبسط جدا لما اكتشفها بنفسه. غير تجارب تانية كتير عملها بنفسه، زي تجربة مثلا المغناطيس، واول ما اكتشفها وتعرض ليها ابتدى بقى هو كل مرة هو اللي عايز بقى يجربها تاني ويعملها تاني. ومن الحاجات اللي بيحبوها جدا انهم يصنعوا حاجات بنفسهم. يعني مثلا خلونا نزرع جواهم حب الطبيعة، وانهم يكونوا بيحبوا الطبيعة بيحافظوا عليها، باننا مثلا نعيد تدوير الحاجات اللي بنستخدمها زي الازايز البلاستيك. مثلا الازايز البلاستيك ممكن يصنعوا منها حاجات كتير جدا. ممكن يصنعوا منها مقلمة، ممكن يصنعوا منها مثلا زهرية، ممكن يصنعوا منها اي حاجة تخطر على بالهم، او حتى يزرعوا فيها تكون مثلا قصرية زرع. طبعا يحطوا عليها اشكال حلوة وتلوين وكلام من ده. الحاجات دي بيحبوها جدا، بيحبوا يعملوا حاجات بايديهم. ويا سلام بقى لو في مشاركة من الأسرة، ان كلكم قاعدين مع بعض وبتصنعوا حاجات مع بعض، ده هيبسطهم جدا لان هم بيهتموا بالمشاركة جدا. عاوزة بقى انوه على حاجة مهمة قوي 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 مش بتظهر عند كل الناس، نادرا لما بلاقيها، هو انه يكون في وقت مخصص للأسرة مع بعض بدون أجهزة وبدون مشتتات وبدون اي حاجة تانية. هم بس قاعدين مع بعض في وقت ليهم مع بعض بيتكلموا. اختاروا موضوع بسيط تتكلموا فيه، اختاروا لعبة معينة تلعبوها مثلا، وليكن أسئلة. الأسئلة دي بتعبر عنكم انتوا وهتقربكم من بعض اكتر. زي مثلا ايه لونك المفضل؟ خلوها لعبة كروت، خلوها لعبة اي حاجة. اعملوا فريقين ونشوف اكتر فريق هيجاوب الإجابات الصحيحة عن الفريق التاني. ايه مثلا لون احمد المفضل؟ ايه مثلا اللعبة المفضلة عند جاسر؟ ايه مثلا الهواية المفضلة عند بابا؟ ماما مثلا لما بتكون رايقة بتعمل ايه؟ لما بتكون متضايقة بتعمل ايه؟
وهكذا. اتعرفوا على بعض اكتر، الحاجات دي هتقربكم من بعض جدا. مثلا لو في حاجة معينة انتوا عاوزينهم يتعلموها او يعرفوها خصوصا عن العالم الخارجي، زي المخاطر اللي ممكن يتعرضوا لها، انتوا ممكن تجيبوها في وقت انتوا قاعدين فيه مع بعض، تبتدوا تتكلموا في الموضوع ده بشكل بسيط يفهموه. تعرضوا لهم ان ممكن يحصل كذا كذا، او حتى من خلال قصة. ممكن مثلا حد في القصة دي يتعرض لحاجة معينة او خطر معين بره، طيب هو المفروض لو عارف يتصرف كان هيعمل ايه؟ فانتوا بالتالي هتعلموهم بالطريقة دي ايه المخاطر اللي ممكن يتعرضوا لها بره، وايه الطرق الانسب للتعامل مع المخاطر دي. كمان ممكن من ضمن القعدات اللي تقعدوها مع بعض ان انتوا مثلا تحكوا عن نفسكم وانتوا صغيرين في عمرهم، كنتوا بتلعبوا ازاي، كنتوا بتعملوا ايه اكتر حاجة كانت بتميزكم، مثلا لو كنتوا بتعملوا شغب، ايه الشغب اللي كنتوا بتعملوه ساعتها ولما كبرتوا فهمتوا ايه، الدراسة بالنسبة لكم كانت عاملة ازاي. بس قولوا الحقيقة، لان احنا انسان، والانسان طبيعي مش هيكون مثالي ولا في كل الحاجات اللي بيعملها. هكرر لكم تاني، المشاركة حاجة مهمة جدا بالنسبة للاطفال عموما ايا كان عمرهم ايه، وبيحبوها جدا خصوصا لما تكون من اقرب الناس ليهم مع الاب والام، انهم مهتمين انهم يجيبوا اطفالهم يقعدوا يتكلموا معاهم عن نفسهم، مثلا يقولوا لهم حاجات جديدة، يحكوا لهم مواقف، ياخدوا رأيهم في حاجات تخص مثلا البيت، لو عايزين تغيروا حاجة، تبدلوا حاجة، تشتروا حاجة، مشكلة بسيطة عايزين رأيهم فيها، مش شكوى، عشان في فرق. وهكذا. انتوا من غير ما تحسوا هتلاقوا ان بالحاجات دي كلها انتوا كده بتساعدوا الطفل انه ينمي عنده مهارات معينة قد تكونوا عارفينها وقد تكونوا مش عارفينها، لكن في الوقت ده بيكون الأنشطة حكيمة ومنظمة، وكمان اللعب حكيمة ومنظمة. فمهم جدا وانتوا بتختاروا الألعاب بحكمة، مش أي لعبة وخلاص، تبقوا فاهمين ممكن اللعبة دي تنمي مهارة ايه عند الطفل ده وتجيبوها. كمان الأطفال ممكن اللعبة الواحدة يطلعوا منها أفكار كتير، وليكن مثلا زي فكرة المكعبات احنا ممكن نعمل منها أشكال مختلفة. كمان موضوع تأليف القصص، ممكن طبعا يألفوا قصة صغيرة ويعملوها كتاب صغنن، يعني دي حاجة لما بيعملوا حاجة بنفسهم بيتبسطوا جدا، وبيتزيد الثقة في نفسهم كمان، وبيحسوا ان هم عملوا حاجة ويقدروا يعملوا حاجة. أتكلم تاني عن الأجهزة. في عصرنا ده التكنولوجيا بقت هي الأساس، زمان كنا بنقول كده بس دلوقتي خلاص بقت جزء لا يتجزأ من حياتنا. خلي تعرضهم ليها حكيم برضو. لو عايزين يتفرجوا على حاجة ممكن ما يبقاش فيها فايدة قوي زي كرتون او ايا كان، خلي الحاجة دي ماشي، ما فيش مشكلة فيها كجزء ترفيهي، ولكن وقتها مش كبير. بس الذكاء ان احنا نختار لهم حاجات ممتعة وكمان في نفس الوقت بيستفيدوا منها حاجة. مهم ان هم يتعرضوا للأجهزة، يفهموا هي بتشتغل ازاي. حد من الأسرة مثلا متعمق شوية في التكنولوجيا، هو ممكن يكلمهم ممكن الموبايل ده نعمل بيه ايه لو استخدمناه بشكل صح اكتر شوية. بقى في كتير جدا فيديوهات تعليمية حتى عن الحاجات الحديثة زي البرمجة وغيرها، من اللي بقت موجودة دلوقتي كتير للأطفال مش للكبار بس. فدي برضو ممكن تكون من الأشياء اللي لو اشتركنا لهم فيها هيطور من فكرهم شوية، بس لو كانت حاجة مملة أكيد مش هيحبوها. شرط هنا ان هي تكون حاجة ممتعة. طيب لو هما مش، يعني حتى لو هي ممتعة ملهمش في الموضوع ده او مش منجذبين ليه قوي، مش مشكلة عادي، ممكن يكون ده مش المجال اللي هينجحوا فيه بعد كده او هينفعهم. ممكن نشوف ونلاحظ شوية هما يعني كل طفل ايه الحاجة اللي بينجذب لها اكتر. مهم جدا نفهم الأطفال إن كل حاجة ليها استخدام سيء واستخدام جيد، وإحنا اللي بنختار نتحكم في استخداماتنا دي، ونعلمهم كمان. هما مش هيكونوا عارفين إيه الاستخدام الجيد والاستخدام السيء، فإحنا هنعرفهم المعلومة وكمان نطبقها على نفسنا في الأول، ونفهمهم برضو الاستخدام الجيد بيكون إزاي والاستخدام السيء بيكون إزاي، وإيه الأفضل بالنسبة لنا. احنا اللي بنتحكم في استخداماتنا لأي حاجة. الأول انتوا اللي هتكونوا بتتحكموا لهم، وبعد كده بعد ما يتدربوا على الموضوع ده هيبتدوا هم بنفسهم يتحكموا في استخدامهم الجيد والسيء للأجهزة أو غيرها كمان. فلما يكون عندنا أجهزة منظمة ونختار لهم ألعابهم بحكمة وندير وقتهم واستخداماتهم كويس، ده هيخلي المشاكل اللي بتظهر في الأجهزة أقل بكتير، وبالعكس هتساعدهم ان هم يكتسبوا قيم جديدة، مهارات جديدة، ويفضل عقلهم شغال وما يحصلش الكسل العقلي
لما الدراسة تبدأ مرة تانية، واللي بيعاني منه الطفل والأهل وكمان المعلم لما بيرجع للدراسة. وبالعكس تماما، بدل الطفل ما يطلع بمشاكل من الأجازة، بالعكس هيطلع مستفيد حاجات كتير وحاجات جديدة، وممكن يكتسب ثقة في نفسه زيادة. ولو كان عنده مشكلة في الحتة دي خلاص هتتعالج بحاجات بسيطة جدا قليلة جدا بمشاركتنا ليه كمان. وما ننساش الطفل بيحب يكتشف حاجات بنفسه، فممكن نهتم بالموضوع ده للتجارب في البيت من خلال الألعاب الذكية المنظمة والحكيمة. جدا نفهم ان احنا بنبني انسان من وهو طفل، يكون معظم الحاجات اللي بيتعرض لها فيها تنمية لمهاراته العقلية والحسية والاجتماعية والنفسية، بيطلع أحسن نسخة ممكنة من نفسه. بدايته إحنا الأهل، إن إحنا بنختار لهم ألعابهم، بنختار لهم الحاجات اللي يتعرضوا لها والجو اللي يتعرضوا له والأماكن اللي يتعرضوا. جدا نكون واعيين بإن طفلنا يطلع ولو بفائدة واحدة على الأقل من كل حاجة بيتعرض لها، أو على الأقل من معظم الحاجات اللي بالطريقة دي هنكون بنبني إنسان صح. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان تعم الفائدة. ابعتوا القناة لناس تانيين وشجعوهم انهم يشتركوا برضو ويبعتوها لناس يعرفوهم، والفايدة توصل لناس اكتر واكتر. لو حابين نتكلم فيه والاطفال يتكلموا فيه ابعتوا لنا في الرسائل او في الكومنتس، وان شاء الله هنعمل عنه حلقة. لو عايزين تفهمونا اسمعونا.